الدنيا كلها قاعدة تشوف تغيير كبير، كأن أساسات التكنولوجيا قاعدة تهتز وتتغير من مكانها. وفي قلب الشرق الأوسط دولة الإمارات العربية المتحدة وبكل جرأة وثقة قاعدة تدخل الساحة العالمية، ما بس كمشارك، لا، كقائد مستقبلي في ثورة الذكاء الاصطناعي. وهالمشروع الضخم يسمونه ستار غيت الإمارات. هذا ما بس مشروع تكنولوجي عادي، لا، هذا إعلان صريح وقوي عن نية الإمارات ورسالة واضحة إنها مستعدة تبني مستقبلها الرقمي الخاص فيها. تخيلوا الذكاء الاصطناعي أحدث تكنولوجيا في وقتنا هذا، كأنه لابس كندورة إماراتية، يعني مزيج بين الابتكار اللي ما له حدود والطموح الوطني اللي ما له مثيل. هالمبادرة هدفها تسوي أكبر مشروع ذكاء اصطناعي خارج أمريكا، وهذا هدف صراحة خيالي، ويبين لنا مدى بعد نظر الإمارات واتزامها باللي جاي. الإمارات ما بغريب عليها المشاريع الكبيرة والطموحة، شفنا كيف حولت الصحراء لمدن عالمية مزدهرة. والحين نفس هالطاقة والدعم المالي الكبير قاعدين يوجهونه لمجال الذكاء الاصطناعي. نتكلم عن استثمار يوصل لمئات المليارات من الدولارات، رقم يوضح لكم جدية هالمشروع. الموضوع ما بس شراء تكنولوجيا وخلاص، لا، الموضوع أكبر من كذا، هو بناء بيئة متكاملة للذكاء الاصطناعي. الرؤية ما بس إننا نستخدم أدوات ذكاء اصطناعي مسواية برع. القيادة في أبو ظبي فاهمة إن السيادة الحقيقية في هذا الزمن تعتمد أكثر وأكثر على قدراتنا التكنولوجية الخاصة، خصوصاً في مجال قوي ومؤثر مثل الذكاء الاصطناعي. هذا كأننا نزرع علمنا بقوة في عالم التكنولوجيا للأجيال الجاية. شوفوا بس حجم هالطموح. ستار غيت الإمارات مصمم عشان يخلي الإمارات منتج ومنافس عالمي كبير في الذكاء الاصطناعي. هذه ما بخطوة بسيطة ولا تجربة، هذه قفزة عملاقة للمستقبل. بريك تايم ويل 0.5. المشروع يهدف إنه يبني بنيته التحتية القوية الخاصة فيه، عشان ما نعتمد على التكنولوجيا اللي تينا من برا، مثل ما تسوي أغلب الدول حالياً في استراتيجياتها للذكاء الاصطناعي. هالأسلوب الاستباقي يشبه كأنك تبني شوارعك السريعة الخاصة فيك، بدل ما تشتري سيارات بس عشان تمشي فيها على شوارع بناها غيرك. الإمارات ما بس تبى تدخل سباق الذكاء الاصطناعي، لا، هي تبى تكون هي اللي تحدد سرعة هالسباق في جوانب معينة، خصوصاً في بناء قدرات ذكاء اصطناعي ضخمة وآمنة وخاصة فيها. هذا التحول الاستراتيجي ممكن يغير شكل اقتصاد الدولة ومكانتها في العالم. القيادة وعلى رأسها سمو الشيخ طحنون بن زايد أدركت أن المستقبل بين كتب بلغة الأكواد والبرمجة وبتشغله الخوارزميات. وبهذا الاستثمار الضخم الحين في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، الإمارات قاعدة تحط نفسها ما بس كمستخدم لهالأدوات القوية، لكن كطرف أساسي يساهم في تطويرها وكيفية استخدامها. هالنظرة المستقبلية الاستراتيجية مهمة جدا في وقت الذكاء الاصطناعي بيغير فيه كل شيء تقريبا، من الصحة والمال للمواصلات والتعليم. رسالة الإمارات واضحة، هم ما براضيين يكونون مجرد متفرجين في هالثورة التكنولوجية، هم قاعدين يبنون الأساسات عشان يكونون هم اللي يصممون مستقبلهم اللي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، ويضمنون مكانهم على الطاولة اللي يتحدد فيها مستقبل التكنولوجيا في العالم. خلونا نتكلم عن القوة، لأن مشروع ستار غيت الإمارات يخطط لكمية طاقة شبه خيالية. المشروع يستهدف قدرة إجمالية توصل ل5 جيجاوات، رقم مهول. عشان أوضح لكم الصورة، 5 جيجاوات تعادل تقريباً الكهرباء اللي تحتاجها دولة صغيرة عشان تشتغل. هذه طاقة تكفي تنور 1.5 مليون بيت تقريباً. هذا ما بس مركز بيانات عادي، هذا وحش طاقة مخصص عشان يوفر الطاقة اللي ما تخلص اللي يحتاجها الذكاء الاصطناعي المتطور. هالقدرة الكهربائية الضخمة تبين لنا
حجم المشروع الخرافي والتزام الإمارات بتوفير القوة الأساسية اللازمة لتدريب وتشغيل أعقد نماذج الذكاء الاصطناعي اللي نعرفها اليوم وحتى اللي بنتخيلها في المستقبل. هذا التزام على مستوى دولة كاملة لتحقيق حلم تكنولوجي. تطوير ستارغيت الإمارات مخطط له على مراحل مدروسة. المرحلة الأولى وهي مشروع كبير بحد ذاتها بتوفر 200 ميجاوات من قدرة الحوسبة والمفروض تبدأ تشتغل في 2026. حتى هالخطوة الأولى تعتبر ضخمة ومتوقع إنها تستخدم حوالي 100,000 شريحة من أحدث شرائح انفيديا، بالتحديد أنظمة خوادم الذكاء الاصطناعي الجديدة جريس بلاكويل GB300. هذه ما بأي شرائح عادية، هذه مثل الفيراري في عالم معالجات الذكاء الاصطناعي. وفوق هذا كجزء من هالرؤية الكبيرة، شركة OpenAI المعروفة في أبحاث ونشر الذكاء الاصطناعي بتدير مجمع حوسبة مخصص بقوة 1 جيجاوات داخل مشروع ستارغيت. وهذا يوضح طموح المشروع إنه يستضيف عمليات ذكاء اصطناعي عالمية المستوى من أول يوم. ليش كل هالقدرة الهائلة؟ الذكاء الاصطناعي المتطور، خصوصاً نماذج اللغة الكبيرة وأنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي اللي شادة انتباه العالم كله، تحتاج قوة حوسبة جبارة. جاب-2 تدريب هالنماذج يتطلب معالجة كميات بيانات ضخمة جداً عن طريق خوارزميات معقدة، وهذه شغلة ممكن تاخذ أسابيع أو حتى شهور على أجهزة الكمبيوتر العادية. 5 جيجاوات اللي مخطط لها في ستارغيت الإمارات بتوفر القوة اللازمة لهذه المهام الصعبة، وبتخلي الباحثين والمطورين يقدرون يبنون ويدربون ويحسنون أنظمة الذكاء الاصطناعي بحجم ما كان يقدر عليه قبل إلا عدد بسيط من شركات التكنولوجيا العالمية الكبيرة. البنية التحتية بتكون هي المحرك اللي يدفع الابتكار والاكتشافات في بيئة الذكاء الاصطناعي اللي قاعدة تنمو وتكبر في الإمارات. والمساحة اللي بياخذها هالمشروع بعد مب بسيطة. مبادرة ستارغيت الإمارات كلها بتنبني على مساحة 10 أميال مربعة، يعني حوالي 26 كيلومتر مربع في أبوظبي. هذه مب مزرعة سيرفرات صغيرة محطوطة في زاوية، لا، هذه منطقة مخصصة كأنها مدينة كاملة لتطوير الذكاء الاصطناعي بريك تايم فايم. وتخصيص كل هالأراضي الكبيرة دليل ثاني على التزام الإمارات على المدى الطويل بأنها تكون مركز رئيسي للذكاء الاصطناعي. المشروع اللي أعلنوا عنه في مايو 2025 يعتبر لحظة فارقة وتجسيد حقيقي لطموح الإمارات، ما بس إنها تشارك، لا، بل إنها تشكل مسار تطور الذكاء الاصطناعي في العالم وتخلق مكان فريد يجمع بين الطاقة والتكنولوجيا والابتكار. هنا سؤال مهم يطرح نفسه، ليش الإمارات تستثمر كل هالمبالغ الضخمة في بناء بنيتها التحتية الخاصة للذكاء الاصطناعي بدل ما تعتمد ببساطة على خدمات الشركات اللي برع؟ الجواب في استراتيجية لها كذا جانب، تركز على السيادة والأمن وتطوير الكفاءات الوطنية. لما تطور الإمارات قدراتها الداخلية، هدفها تقلل اعتمادها على التكنولوجيا اللي تيجي من برا، وبالتالي يكون عندها تحكم أكبر بمستقبلها الرقمي. وهالطريقة بعد تعزز الأمن الوطني، لأنها تضمن أن البيانات الحساسة وأنظمة الذكاء الاصطناعي المهمة تدار داخل حدود الدولة وتحت قوانينها الخاصة. وفوق هذا، مشروع بها الحجم يعتبر محفز قوي لتطوير الكفاءات المحلية، ويوفر وظائف تتطلب مهارات عالية، ويخلق بيئة ابتكار تقدر تستمر وتنمو بنفسها على المدى الطويل. وهالرحلة الطموحة الإمارات ما راح تمشي فيها بروحها. ستارغيت الإمارات دليل على قوة التعاون العالمي، لأنه يجمع بعض أكبر شركات التكنولوجيا في العالم. الشريك الإماراتي الأساسي اللي يقود هالمبادرة هو G42، وهي شركة معروفة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، ومقرها أبو ظبي، ومعهم تحالف من الشركات العالمية الكبيرة.
ومثل ما قلنا OpenAI بتدير مجمع حوسبة كبير بقوة 1 جيجا وات، وشركة أوراكل العملاقة في تكنولوجيا قواعد البيانات والخدمات السحابية بعد شريك رئيسي في إدارة مجمع الحوسبة. الشرائح الإلكترونية المهمة اللي هي عقل أنظمة الذكاء الاصطناعي بتوفرها شركة انفيديا المعروفة بوحدات معالجة الرسومات عالية الأداء، ومجموعة سوفت بانك اللي هي قوة استثمارية عالمية في التكنولوجيا بعد جزء من هذا التحالف القوي، وهذا يؤكد على أهمية المشروع عالمياً. وأمس بس تاريخ 22 مايو 2025 لاعب كبير ثاني انضم رسمياً لهالمجموعة المميزة. شركة سيسكو سيستمز الرائدة عالمياً في الشبكات والأمن السيبراني وقعت مذكرة تفاهم عشان تكون شريك تكنولوجي مفضل. سيسكو بتساهم بخبرتها في توفير أجهزة وبرامج أساسية للشبكات والأمن والمراقبة، مصممة خصيصاً لأحمال عمل OpenAI داخل مشروع ستارغيت الإمارات. هالشراكة مهمة جداً لأن البنية التحتية للشبكات القوية والآمنة هي العمود الفقري لأي عملية ذكاء اصطناعي كبيرة. مشاركة سيسكو بعد تتماشى مع التزامي مشروع ستارغيت بتعزيز تطوير ذكاء اصطناعي آمن ومنتشر على نطاق واسع، وهذا شيء مهم جدا خصوصا مع تزايد قوة وانتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة الله يحفظه أكد على أهمية المشروع خلال حفل التوقيع اللي حضروه كبار المسؤولين التنفيذيين في سيسكو. الالتزام المالي والدعم الحكومي لمشروع ستارغيت الإمارات صراحة شيء خرافي. المبادرة جزء من مشروع مشترك مبدئي قيمته 100 مليار دولار مع التزام إضافي مذهل ب500 مليار دولار مخصصة للأربع سنوات الجاية. هذا المستوى من الاستثمار تقريبا ما له مثيل من أي دولة في مجال تكنولوجي واحد. هذا الدعم الحكومي الكبير واللي يدعمه بقوة شخصيات مثل سمو الشيخ طحنون بن زايد يضمن إن ستارغيت الإمارات عنده الموارد والإرادة السياسية اللازمة عشان يتغلب على أي تحديات ويوصل لأهدافه الكبيرة. وهذا يبين فهم عميق عند أعلى مستويات القيادة بأن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ما بس استراتيجية اقتصادية، لكنه عنصر أساسي لازدهار الدولة في المستقبل وتأثيرها العالمي. الهدف النهائي لمشروع ستارغيت الإمارات أكبر بكثير من مجرد بناء بنية تحتية مبهرة. الهدف هو تغيير مكانة الإمارات بشكل جذري على خريطة التكنولوجيا العالمية. المشروع مصمم بشكل استراتيجي عشان يمكن الإمارات من المنافسة مباشرة مع عمالقة التكنولوجيا العالميين المعروفين مثل مايكروسوفت وجوجل وأمازون ويب سيرفيسز، خصوصاً في توفير البنية التحتية والخدمات الضخمة للذكاء الاصطناعي. هذه خطوة جريئة تتحدى النظام العالمي الحالي في مجال الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. لما الإمارات تبني قدرة خاصة فيها بهالحجم، هي ما بس تهدف تكون رائدة في المنطقة، لكنها تهدف تكون منافس عالمي وتقدم بديل قوي لتطوير ونشر الذكاء الاصطناعي، وممكن تجذب كفاءات واستثمارات من كل أنحاء العالم. الوضع الجيوسياسي العالمي المتعلق بالتكنولوجيا المتقدمة وخصوصاً شرائح الذكاء الاصطناعي يضيف بعد ثاني من التعقيد والأهمية لمشروع ستارغيت الإمارات. المشروع تسهل بفضل تغييرات صارت مؤخراً في السياسات، منها إن أمريكا رفعت القيود اللي كانت مفروضة قبل على تصدير بعض شرائح الذكاء الاصطناعي للإمارات. وهذا التطور اللي صار خلال فترة تجدد تواصل إدارة ترامب مع المنطقة مهد الطريق لشركات مثل انفيديا إنها توفر أحدث تقنياتها، وعشان يضمنون التوافق مع معايير الأمن الدولية ويتعاملون مع أي مخاوف محتملة، بيتم إنشاء فريق عمل أمريكي إماراتي مشترك. هذا الأسلوب التعاوني هدفه يضمن إن المشروع يلتزم ببروتوكولات أمنية أمريكية مشددة، وهذا يعزز الثقة ويسمح بتطوير قدرات ذكاء اصطناعي قوية بشكل مسؤول. تشاك روبنز
رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سيسكو، وضح الإمكانيات التحويلية للذكاء الاصطناعي خلال توقيع مذكرة التفاهم الأخيرة، وأكد على قدرته في تحويل كميات هائلة من البيانات لمعلومات مفيدة نقدر نشتغل عليها، وبالتالي يسرع الابتكار في كل المجالات. هالكلام يلخص بالضبط الفلسفة الأساسية وراء مشروع ستارغيت الإمارات. المشروع متصورينه كمحرك للابتكار، ما بس للإمارات، لكن ممكن للمنطقة كلها وحتى أبعد من ذلك. بتوفير بنية تحتية ضخمة وآمنة للذكاء الاصطناعي، ستارغيت الإمارات بيمكن الباحثين والشركات الناشئة والشركات الكبيرة من إنهم يجربون ويطورون وينشرون حلول الذكاء الاصطناعي تقدر تواجه التحديات الصعبة وتفتح فرص جديدة. وهذا بيحول الإمارات فعلياً لمركز تنصهر فيه وتطلع منه أفكار المستقبل. في الختام، ستارغيت الإمارات هو أكثر من مجرد مشروع، هو إعلان نوايا قوي جداً. هو يعبر عن طموح الإمارات إنها تتحول من مجرد مستهلك للتكنولوجيا لمنتج مهم ومنافس عالمي قوي في مجال الذكاء الاصطناعي. من خلال الاستثمار الكبير في أحدث البنى التحتية وتعزيز الشراكات الدولية وإظهار دعم حكومي ثابت ما يهتز، الإمارات قاعدة تحط نفسها بشكل استراتيجي في مكانة لمستقبل يكون فيه الذكاء الاصطناعي ما بس أداة، لكن حجر أساس للقوة الاقتصادية والتأثير العالمي. رمل شبه الجزيرة العربية أعطتنا في يوم من الأيام النفط اللي حرك القرن العشرين، والحين الإمارات تراهن أن رؤيتها واستثمارها في السيليكون والخوارزميات بيساعد في تشغيل القرن الواحد والعشرين، وبيضمن مكانتها كقائد بارز ومبتكر في فجر عصر الذكاء الاصطناعي اللي بدأ يطلع علينا.